شوف مثلا العربية الآخر، أنا عملت دراسة مثلا على الفرنسية ولا على غيرها من اللغات، لغات جديدة. يعني اللغة الفرنسية جات من الألمانية، ومن اللغة الألمانية الأم وكذا، ما عندهاش 10 قرون، يعني ما عندهاش، يعني أول نص فرنسي ما عندوش 10 قرون وكذا. العربية ضاربة يعني من زمن خط المسند، ثم خط الجزم، الثمودية القديمة اللي كانت هنا ودخلت سلطنة عمان الموجودة على جبال عمان وكذا، يعني قديمة. شوف أنا أروح أقول أحيانا لكي نحبب أبنائنا في العربية، لئلا يشفقوا، لا يتكلموها إشفاقا، لازم يحبوها، لازم يحبوها. العربية ليست مجرد لغة، العربية لسان وكائن حي. أعطيك مثال، لو تروح مثلا الحرف الميم تجده حرف سماوي، كل ما يتعلق بالسماء مرتبط بالميم. أنت تقول السماء والنجوم والقمر والغيوم والملائكة وكذا. حتى الأم لأنها سماوية عاطفية، في كل اللغات فيها الميم. تقول ماما، ماذر، ماما، أمي، مامية. يا سلام. ولما أنت تروح للراء تجدها أرضية، فأنت تقول حفرة وقبرة والتراب والحجر والصخر والرمل والبحر والبشر وكذا والثرى، كلها رائية. لما تروح للحاء توجدها إنرجي، توجدها طاقوية، حرارية. الحاء لما تقول مثلا الحب تقول الحرارة، تقول الحمى، تقول الحريق، تقول كذا. حتى أنه الواحد لما يحترق، لكي تعرف أنه الحاء الحرارية لما تقول في الإنجليزية فاير للنار، الفاء مايش لغة حرارة، الحاء هي لغة حرارة. لأنه الولد في أمريكا هي اسمها فاير وإحنا نسميها الحرارة، لكن لما يحترق يقول أح. وفي زيمبابوي وفي في 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 غلا وفي وهران في الجزائر، لما يحترق الولد في أي بلد عجمي ولا عربي يقول أح، ينطق حرف الحاء اللي هي الحريق والحرارة والحمى والكذا. فدليل على أنه اللغة العربية لغة عظيمة، كائن حي لا يمكن أن تقارن به أي. فيها 12 مليون مفردة. أنا نقول في قنوات الجزائرية قلهم العربية فيها 12 مليون مفردة، يعني 12 مليون مفردة. أنت تتكلم على لغات جديدة الآن، والله تتكلم على فرنسية ولا غيرها ولا كذا. أنا أتكلم الفرنسية زي ما أتكلم العربية وكذا، وأعرفها يعني كونجيجيزون أورتوغراف وكذا، لكن لا الفرنسية مأخوذة من غيرنا. لما تقول لي شوميز يعني قميص، لما تقول لي بالإنجليزية جاستس يعني أنت تتكلم على قسطاس، جاستس هي القسطاس. ولما تتكلم على هوم يعني تتكلم على الحومة، ولما تتكلم على شو أدري يعني. وبالتالي العربية هي